السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيثما ذي سمع الزن ماني متجام طاح بزاي ومزي جديد البرنامج نوم مثفاوت مراون باش نصاغ الطاس نتفاوين إذا خيت هما نهارا ذكيج الموضوع مهم الطاس. الموضوع الحلقة يا أيثما ذي سمع الزن هو الأمانة والوفاء بالعهد. ممش غنك نحفظ الأمانة، ممش غنك ونضيع يعني إخوان طازي بور عهد را الله سبحانه وجل وعلا را يقل عباد الناس. فمنايا يغنزار ذي الحلقة من تعنى الأمانة ممش غنك أخص نحفظ قمة كينخ باش نسن منايا نخ نجاوب خيسق سنة أواني محاورة كينغ غضزام. وميتو غاد حواجات دي بانيشك الخطوط راكور الزايز. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. مرة نستعلم الأمانة قد ترجي ذكم جانز لأن ما كل حق حقه. أيث ماذا اسمها الأمانة ذي الوفاء بالعهد ذي جنحاج الطام قران ذي الإسلام، ولكن ونو يسين من تعنى الأمانة ويسين والو عاد الأمانة يثما ذي اسمها نتذيج الصفة زي صفات عباد الرحمن والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. ثاني تذيج الصفة العباد المؤمنين عباد الرحمن ينين يتقذن أذرق الله سبحانه جل وعلا سشن حجث التعفات سويني تقذن زي الأمانة الطاس بل مركار يجسن شن الأمانة وادخل إن شاء الأمانة ني لأنها سنن تقر الناس ذي المسؤولية ذي الحجم إغاس خل الأمانة ني تارنت الأهل نسن أيها الأحباب ما عهد شن نخجين كيس شن العقد وران كيس شن حجت بل مروكشين شن عهد غا شفاوي تقذن أذ عن تقذن أذ باش واتيرين شازي صفات المنافقين، لأنه المنافقين يدخلون الأمانة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش حديث آية المنافق ثلاث من زيغي غتسند المنافق ثلاثة النحوايج. الحاج تمزواروت إذا حدث كذب، مركا يسيور يسخارق يعني يقاري خارقين ذو ورنس، والسناين وإذا وعد أخلف مريكش شن وعد وثي تكمر يخجف روعدني، وإذا اؤتمن خان مركار جنت ذي الأمين شن حجت نخجين غاس شن الأمانة يدخونا الأمانة ني يغدار إوذاني غيدي سجين الثقة لأنه هو يستنشا الحجم الأمانة ني ثني. والله سبحانه جل وعلا يمرنخ باش أن أدى الأمانات يثبب سنت. يقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم ينهي سبحانه جل وعلا أن خون الأمانة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون. الغريب في الأمر أن يدخلون الأمانة سنن إلا تخونن الأمانة، ولكن وصح إن شاء الله عظم الله سبحانه جل وعلا وقوذ إن شاء الله سبحانه جل وعلا. لذلك زعمن باش ذكنيج جارمة تبقرا تمثانيتا ولكن قارس قوانك جوالو أيث ما ذي اسمها فما كاين نخدم مشهدة التمثيلي أنكمل ورنخ ذي الموضوع يتجان مهم وخطير. فاطمة روح عازم الصوات مريس خسخة في وهذا الجيخ أروح عازم الصوات شك قانش قبيل الله ما تسخارق وثا ما غادا السنغ ويديني سنغ من غاد يوسع يوسع غاد تمنيات الخو غير من يسغوش زعما تغيرش اخوني شو السنغ شامين غاد يوسع قصنغ بلا يوز دغاو كرانس شكسي ما ناش كتنو فاري داني تقيم داني انت دي تغماض دي تداف اروح الراس كرانس ما انا يتقد قاد الحرام
مش ميغي تقيدام قد توقع كي السيمانه نيادو الخوات وليدي محضروا في النضغان ها الكتب ها من هالثوت غير الله ميزي غادي بالي خشا يا زيد نغير الناس شك وميتو غاد حواجد دي بانيشك الخطوط راكا رزايس تحزات عشيني قاداش ديال سجنها اتازودي لله واش غيعاونن واث التيفد مانا يتقدا يا عياس قاد الحاره ايا عياز هم يقان حرام ايوا غزر حيوض ما غتجي دايا قي من غير حيوضه نغزه كلشي تزنزت ثوكيدا تسدحيد السقا ميخلي تفتح ميخلي تفتح وارفضي حتى يتقدر خو روح عزمه صوت يا ضاح غنشا صعزمخ زواري خافي نعزه ونم يلا استغفر الله يا رب استغفر الله. اهلا سي عبد الله تفضلت لا تيفخشا ما مش تجي مش قال مليح غيري مش سيمانه الزوخك واش تيفخ عدو تقيم دابا لا تيفخشا ايوا عدو كاين خص دماغات كيدا مو صاحبي قيم سي عبد الله مرحبا ازيك مليح مش ودي سواد قيمه وش يقرينو راح ذاكو السنغ السي عبد الله يرخمانيني التوسيد واش تخشى سنخت الا زعما شكوازري كي محضر في النضغان كتب امان تفاوت تو غير الله ميزي غادي باني خشاره اني غاسل شويه موسنش انت داويخ ماشي شك نهار مزوامي غاري التوسيد كي غاش بريد كسخت نزيد 8 في حنجا وشي غاش انت ولكن شك ترك ورد زيه ما يسمى كي واش تيفخ اوكي كمل بويا وير ومشي قال الله تعالى ذي القران والموفون بعهدهم اذا عاهدوا صدق الله العظيم سي عبد الله ندبو عيب 8 هنشواش انت داويخ 50,000 وياش رشيد انا 50,000 ام 100,000 واخا سي عبد الله اش دير 8 هنش 100,000 واه الله يرحم الوالدين ايوا مني كسي راح تمش لا حول ولا قوه الا بالله. حيث ما يسمع تزري ما كينخ المشهد التمثيلي يتصون جمهورياز يقيما وسخي الجن من بعد رامي خاص يسقاق بدي ثدات يهزو يقرا الناس يبدا يسخار ريق يبدا يتركر يبدا يتشارخ ثمغاث الناس باش تفك ولكن الحمد لله رميت تزاوا في الناس ودي وجوي مويت قنيا ريازل الى غير ذلك. وفي الحقيقه المشهد التمثيلي ديج صوره مصغره من توقع عند المجتمعات النخ خميني تيري حوايج دغا كيسي تروف كاين خساي غاري حنجان غاري ثمغاث غاري كذا والله الا يومين ترتيه مشعر غيرانش ولكن خميني نقطع الغراض نكاريش تعدو عام عامين بل ربما غما وصلني اذا صغيت كشذ تيري ديج السبب العداوه جارهم ذي المشاكل. لذلك التصميم وذان قانش غاري التمنياث تسند غاري وذن هذا صناعر التاقيخ ما يمي قارش باش وخصار خبو ثومات وخصاغ ويم الدوكار لانه غا صادرخ هاد السنغ ميني سكوا هاد خصاخ فخصخو خصاخشا ما يمي لانه هو يقيم بوور. وفي الحقيقه ثانية كذلك ذي جنصوره مصغره خيانه الامانه ذي المجتمع وجبوث قيمه ذقماوس وهو وان يعني المعنى السائد ذي المجتمع انه الامانه قانت التمنيات الجي غاس التمنيات وين تمشي وين تياريني خاضر غاس وذي ياري قرينو وهكذا. انت الامانه بمفهوم اوسع واعظم واكبر. اكثر من ذلك نزمرانيني بان الامانه تذيج الميزان يوزن الايمان بنادم ما خصها تسند الايمان بنادم ما يقوى ما يضعف خزار ما امين ما وجي بو امين ما وجي بو امين بمعنى خائن والخيانه انواع اثما ذي السماء السنن. انس بن مالك رضي الله عنه يقارخ جيش حديث بأنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وني وذي تجيبوا الأمانة وذي يسبوا الإيمان وني ويتحتار من رعاهذ وغسبوا الدين أمو يقار النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا غنيني يمسرم يتخونا الأمانة. ثم يكفي أن غارجنا الآية ذي القرآن الكريم
والله تسنهز غي ذرار قبر تسنهز أراون من قال أيها الأحباب قال الله سبحانه جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة خلافة، الأمانة ثم قرانت أيها الأحباب رب العالمين عاضيت خثموا ذي جنوان ذي ذورة وقينة ولكن يسيت الإنسان الضعيف يدخون الأمانة العظيمة تصيد رب العالمين هذه هذا أيثما تنخذ هذا مرة أيثما كذلك ذجيجن كلام رائع عن أحد الصالحين وهو ميمون بن مهران. من يقى ميمون بن مهران يقار بأنه 3 تؤدى إلى البر والفاجر. 3 هي بنادم يخصها أنت وكشنتي أدى سواء يجي جنبر يعني بنادم مؤمن ذا مزدق يعني فاجر فاسق ذا عفان. من عنانت الرحم توصل برة كانت أو فجرة. والسنين الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر والعهد يوفى للبر والفاجر. فالأمانة ذا مسرم ذركة فمن ما يعني تاسشن الأمانة لابد هذا استعرض ويكفي غدنا ويجن صفحة مشرقة زي السيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زي صلح الحديبية يجن يارور زي المشركين يروح خا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يمسر من باش تنقذن ولكن ميتو غادي الصلح ذي الاتفاق بأنه ودغان خيتيس حد زقنين وموا دغاو يتيس حد زقنين نخ يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من دسينا أبو جندل ونتسقان إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا بهذا وإن لا نغدر بهم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وفعلا من بعد فرج خص الله سبحانه جل وعلا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ويخونش الأمانة وخايق المشركين فما مش تقني يمسر من تخون الأمانة يجيث مثلا يمسر من الله يهدينا. أيثما يسمع عزن قمة كينخ أنظار تصريحات ذي الآراء نيث مثنخ ذي القضية يا وضعوا من دور إن شاء الله تعالى. أمانة اتقاث بلا مذكور فيها سخص بلا ما يقعني شان تشرح حاجة جنس الناس حاجة وجبوا الناس. الأمانة هي تسمى مرا سواء مرا كشي داش تمنيات شوم دوكر الناس عشان حاجة تسمى تني المقصود الأمانة. الأمانة موجوبة على كل مسلم. الأمانة فين تيجي الأمانة ضروري خصها تكمرت ما جاش بنادم خصها تتعرض. الأمانة خصها تحترم أمانة تحترم مرة تحترم الأمانة ما كاين والو مرة تحترم الأمانة قتورشي ذكم شانس لأن ما كل حق حقه. الإنسان على غرار الدين أنه حتى التقاليد النخ أنه تحثن تنخ باش بنادم غاسيري حتى الأمانة ماشي أنه تكشتر حاجتي بنادم كذا حتى ذي الكلمة بنادم توفاكش حتى ذي الكلمة ذوينك. الوفاء بالعهد أي واحد تمشي ذات العهد ولو كان كافر كستكمرت. وفوا بالعهد يعني ثادج آيات يعني توصى ينخ باش نشينا أوفياء ذي العهد. خصها تستمر ذي العهد مرة وكشي ذا ورينا ما تستمر مرة يتاسع شي خصها ذا السكش مرة تجد كيس أنيني الملاقة كيس مقاطع مرة أي حاجة كيسجل خصها تستمر حتى الحياة. أيث ما يسمى نسريث مثل خمينا نخل الأمانة حفظ العهود إلى غير ذلك. ففي الحقيقة السوار نسجن الحرقة ما يميل أن توانا التصن يوذان وتحترم البو الأمانة وتكمل البووار وغاس البو العهد وما في الحقيقة مؤسف للغاية. ما يميل أن أنت حفظ الأمانات يتوخ حفظ الدين ومركا نحفظ الدين في الحقيقة نحفظ الكليات الشريعة مقاصد الشريعة الكليات الخمس كمننت يتجن الدين ذي النفس ذي العقل ذي المال ذي النسل. فلا بد أيثما يسمى نحفظ الأمانية وإلا بنادم يضيع الدين النس قانس وني يوجوج خو بريدنا ربي يوجوج الأخلاق إني مسرمن. وفي الحقيقة أنت العهود أيثما ذني مركز زمارة تنقسم زماراني ذني 2 العهود. العهد مزوارو يتي رجال العبد ذا الله سبحانه جل وعلا بموجب العهد ونتا الإنسان يتي عبد لله تعالى وواجب خاص ذي عبد مولانا سبحانه جل وعلا ونتا ذي العهد ضام قران غاسج المكانة عظيمة
وشريفة. والله سبحانه جل وعلا يسيغ عاهد خل عباد الناس باش أثعبذن التوحدث وظفان بو بريد من الشيطان أذقن الشرك أذا احنا غير صحان نخذقن شن حجت نسبة عاد نخو بريد الله سبحانه جل وعلا والزهد جن خاسي جن العقاب الشديد. نسأل الله السلامة والعافية. أيث ما يقول الله سبحانه جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كذلك أيثما ذي اسماء زرعه هذا جاء العبد مولانا سبحانه جل وعلا الإيمان الفطري. الإنسان يعني يولد وهو مسلم، ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، فطرة الإسلام. ولكن من بجد هذه الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هي ثانيتا ذي جنعاهذ يخرقخ الصدى ربي ثم يسيد خانخ مولانا سبحانه جل وعلا. لذلك يقار ذي الآية الكريمة: وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهنا تديج الميثاق أيها الأحباب. ثم ذي نجن الالتزام جاء الله سبحانه جل وعلا العباد النس، أي أن العبادة خصها تلتزم التعاليم من الدين أضفان الشرع السنة يزيد يوسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم غد نشان العلم أثبينا أتشرحا ثم غد جهد في سبيل الله تعالى. باختصار يثبت يسمع الزن الإنسان يخصها هذه السن بأن ثروة نسجن الأمانة، الزوجة نسجن الأمانة، الجيران نسجن الأمانة، أقرأ إذا سيكشر رب العالمين ذي الأمانة، التعامل جارس ديوذان أمانة يخصها خاص يحافظ. ثم ربدا غادي جاء في الطوي النص يجن الآية يقال الله سبحانه جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بنادم أذي كمر العهد أذي يوفى باش أذي يرغ إن شاء الله زي الفائزين. أيثما هذه اسماء قمة كينخ أنظار بعض الآراء الأسئلة نيث مثنخ وكيوم نكمل إن شاء الله الحلقية. الأمانة يوسخ الله سبحانه وتعالى أي واحد غاس الأمانة يوسخ خاص يجلس توجه نيشان حاجة تكمل كيساور تش تعرض الأمانة يبابنس المشاكل يتوقع جا العائلات جاي من الدوكر السبب النص هو الأمانة الوفاء بالعهد. ونهضى ربي العالمين قد ترقانونا من تبنثم وني توقنا ربي العالمين يسن ما هو الواقع الحقوق الإنسان قيخصايا مني. طبعا موجود ذيني وذان يعني تعترف نص مواضيع شنوينات تقدر الله سبحانه وتعالى تكمل يورد وذان دخل الأمانة الصدق كل شيء. جا الفئة القليلة يتجا وتحسن بو سمين القيمة الأمانة من تاعنا الأمانة. باش دونك تعوض الجدود الناق الآباء الناق توغا كيش الوقت توغا بنادم مراوش يوشس وشينا سوار يتكمر يوفاز العهد. توريجي علق زقضاع الناس توريجن ما مشي جا ما الاحترام من حقوقك وني البداية من الدنيا وني ضروري ني الاعتماد من الحياة. خصها تسقسي العالم من غنهارة مش غنقانيريل أو في أجارنا. أزو سقسي العالم من تعريف الأمانة من يعني الوفاء بالعهد. إثما يسمى نزرى الآراء والتصريحات نيث مثنخ ذي القضية ثانيتان الأمانة الوفاء بالعهد. جو مثنخ باين إلا يسيا منوس بشنو الشباب مرة يسينا منوس خصنا ذيرين إن شاء الله ذكوري تنصيدار رب العالمين يتسقسم مش غيق بنادم ذي حافظ خل الأمانة وذيري وفي ويتزي برعاه. في الحقيقة ذي النية التص النحوايج والحاجة تيجان رئيسية وأساسية بدأ نتركز خاص هي قضية الإخلاص. لابد بنادم تيري النية النس حسنة وأي عمل يجيث إلا ويتيري خالص لوجه الله الكريم مرويجي نيثة سبحان فممكن أن يوضع ذي شنحش تعفانت ما يميلي أن إنما الأعمال بالنيات من مجد قار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يخص بنادم ربدا غادي تكجا في الطاوي النص في قذا زي سيدنا رب العالمين
لان بنادم مرة يقيد مولانا سبحانه جل وعلا يزما غادي يزعم كل شيء اثيق اذي يعصى اذي خالف الكتاب السنه. ثم خصنا نفهم الاحكام من الاسلام ان تنوعا مليح. قيتصن مذان يسيئون الى الاسلام، تشوه الاسلام لثني غير سن من يتقن عادي، خاصه مريتو التعامل نسن يكشن جن ضارومين كافر نخ الى غير ذلك التفذيغ الداري في تشارث قارش وضاروميوها. لا، الاسلام يمارش اتأدي الامانه اللي ورومي الكافر ومس يجنزي الطاف شك من يمث جيد، خاصه يثمث خيد جن جروبا نخرب على يثمث نختعيش ندير مريت قارش وضارومي ما معليش تشاق ما معليش يعذراي خسكخ ما معليش مو الى غير ذلك. بالعكس ذني يخصيش تيريد السفير الإسلام أتكشد الأخلاق الحقيقية ومسرم أنه ويغدا ويضجم ويتشا ويسخارق يتكمر وار يتحافظ خل أمانة. ثم لا بد أيها الأحباب من يجمع مارة منايا هو بن ماذي توب أذي يلتزم الشرع من الله سبحانه جل وعلا. الله سبحانه جل وعلا يتذكر نخذ القرآن الكريم يقارن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة زيد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بمعنى وني عهد شنر عاهد يخصى أخس يكمر أذي يوفى سواء يقوم سرم نخوى يجي بو يقوم سرم. ثم أيها الأحباب يخصى نفكار حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث يسنخراع يسنهزة ولكن يسفقد يني يغفرن وما أحوجنا غد نفق. يقارو حبيب النخ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. مركاري وذا نضيع عن الأمانة وراجع تقوم تسعد. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ يجني السقساف زي الصحابة يا رسول الله ما مشي كان وضيع عن الأمانة. قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مركار المسؤولية تحمل انتث يني ويزه جن خدني رجل سعد. بالله عليكم تأمل مكيدي فكا مكيدي خزام مليح خيفو الزرمض المسؤولية ثم قرانين وغاد جنت نهارا ما غيني صرحا ما غيني فسدن ما غير المؤمنين ما يني طفنا بريدي فاغن ما يني يغرين ما يزد جيف من الجهل باش تسلم الأمانة ما توضيع ما قوار التوضيع من ترعاه من الزمان إذن جاء وزما خذاني اختار زمانيا إلا غذيني صدقت يا سيدي يا رسول الله. ثم غنخشن الأسئلة في فيسبوك في الحقيقة ما راه غنخشن 8 مينوت الوقت نجاوب غاخ يجن زي الأسئلة يا يجو مثنخ إقار هل نقد العهد حرام في ديننا. وغنختيري وشك أيها الأحباب وغنختيري وشك بأن نقد العهد ونكث العهد أمر محرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نفكر بأنه من يتولد النفاق والله سبحانه جل وعلا من يقال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فثاني تدش الصفات المنافقين ينقضن العهود يتفغن خبرين انصدار رب العالمين. أيث ما يسمع أردانيتا نطوق ذيكم ونقار الحلقية وزيوم السخيشة ولكن أقص نتساعد ويحم تتصي رب العالمين. هذا نخي أرحم هذا يوم يقل البركة لكنه يحفظ كنه وطارك وتنوم وهذا نخيق زقني الزهجن أذيسين الأمانية إذا غدي جا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردانيتا نطوق ذيكم ونقار نتخرستا جيكني وذير من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.